3 علامات قوية من الله عند ظهور النمل في منزلك. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علمنا الرحمة بكل الكائنات حتى بالحيوانات والحشرات الصغيرة. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة الكرام، كثير من الناس إذا رأوا النمل في بيوتهم شعروا بالانزعاج وسارعوا إلى التخلص منه بطرق قاسية. لكن هل تعلم أن ظهور النمل في البيت قد يكون رسالة ربانية تحمل علامات وعبرا عظيمة من الله سبحانه وتعالى؟ في هذا الفيديو سنكشف لكم 3 علامات قوية من الله عند ظهور النمل في بيتك. وهل من الممكن أن يكون حسدا؟ وكيف تتعامل مع هذا المخلوق الصغير بما يرضي الله بالدليل من القرآن الكريم والسنة النبوية؟ العلامة الأولى: اختبار للصبر والرحمة. النمل مخلوق ضعيف لكنه يعيش في نظام عجيب يدل على قدرة الله، وظهوره في بيتك قد يكون ابتلاء صغيرا ليختبر الله صبرك ورحمتك. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فمن الناس من يضجر عند رؤية النمل فيصب جام غضبه عليه، ومنهم من يصبر ويبحث عن حل رحيم. وهنا يظهر المؤمن الحقيقي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. وفي رواية: فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة. رواه البخاري ومسلم. جاء الإسلام بالرحمة لكل الخلق، إنسا وجنا وحيوانا وطيرا، فإن رحمته تعددت لجميع المخلوقات، ونهى عن القتل عبثا، وفي الوقت ذاته حافظ على مصالح الناس من الضرر والأذى. ولذلك عاتب الله تعالى نبيا من الأنبياء لما أحرق قرية النمل، وهو مكان تجمعهم، بسبب أن نملة قرصته، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. يعني من أجل أن نملة واحدة قرصتك تحرق أمة كاملة من النمل تسبح الله، وهذا عتاب على ترك الأفضل، فإنه لو اقتصر على معاقبة النملة التي قرصته وحدها لما حدثت المعاتبة، ولكنه عوتب لما تجاوز ذلك إلى التجبر بحرق قرية النمل كلها. ويدل الحديث على أن العقاب يكون على قدر الجرم ولا يتعدى إلى غير فاعله، وفيه تحريم حرق ذوات الأرواح بالنار. نملة واحدة آذته فانتقم من أمة بأكملها، فعاتبه الله وعلمه أن لا يظلم المخلوقات، فكيف بمن يحرق بيت النمل أو يقتلها بغير حق؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم ترسلها فتأكل من خشاش الأرض. رواه البخاري ومسلم. إذا كانت الهرة سببا في دخول النار بسبب ربطها، فكيف بمن يؤذي دون سبب مخلوقا خلقه الله يسبحه ويذكره؟ العلامة الثانية: تنبيه إلى ضرورة النظافة. النمل لا يدخل مكانا إلا لوجود فتات طعام أو بقايا مهملة، فإذا وجدت النمل في بيتك
فقد تكون إشارة إلى أن بيتك يحتاج تنظيفا أكثر. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا بيوتكم. رواه الترمذي. فقد يكون النمل بمثابة منبه طبيعي من الله ليذكرك بأن تحافظ على بيتك نظيفا، وعلى طعامك محفوظا، وعلى نعم الله مصونة. العلامة الثالثة: تذكير بعظمة الخالق. من أعجب ما ذكره القرآن الكريم قصة النملة مع نبي الله سليمان عليه السلام. قال الله تعالى: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نملة صغيرة أنطقها الله بالحكمة وألهمها الحذر، حتى ضحك نبي الله سليمان عليه السلام من قولها. فهل ظهور النمل في بيتك إلا تذكيرا بعظمة الخالق الذي أبدع هذا النظام الدقيق؟ وهذا يدل أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى حتى أصغر المخلوقات لغة ونظاما وإلهاما. قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إنها رسالة واضحة أن نتفكر في قدرة الله ونعلم أننا لسنا وحدنا في هذا الكون، بل حولنا مخلوقات تسبح بحمد الله. كيف نتعامل مع النمل في البيت؟ النهي عن قتل النمل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أبو داود. وهذا دليل صريح أن الأصل في النمل عدم قتله، لأنه مخلوق يسبح الله ويذكره. أما إذا صار النمل ضارا في البيت جاز إبعاده بطرق لا تؤدي إلى إيذاء زائد، مثل: أولا تنظيف البيت جيدا، ثانيا سد الشقوق والثقوب، ثالثا استخدام مواد طبيعية لطرد النمل دون قتله ما أمكن، رابعا الرقية الشرعية إذا كان سببه حسدا أو عينا. إذا كان ظهور النمل بشكل مفاجئ وبكثرة غير معتادة دون سبب واضح، خصوصا إذا ترافق مع ضيق في البيت أو كثرة المشاكل أو فقدان البركة، فهو علامة على الحسد أو العين. والحل هو: أولا قراءة سورة البقرة في البيت، فالمداومة على قراءة سورة البقرة سبب لطرد الشر والآفات وجعل البيت مباركا محفوظا. ثانيا قراءة آيات الرقية، سورة الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وسورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. ثالثا
المداومة على أذكار الصباح والمساء، خاصة أذكار التحصين الثلاثة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة 3 مرات. أيها الإخوة والأخوات، النمل مخلوق صغير في أعيننا، لكنه أمة كاملة تسبح بحمد ربها، وظهوره في بيتك قد يكون رسالة من الله، إما لتذكيرك بقدرة الخالق، أو لتعليمك الصبر، أو لتحذيرك من خلل في حياتك، أو من أثر عين وحسد. فلا تجعل ظهور النمل سببا للغضب أو الجزع، بل اجعلها فرصة لتجديد إيمانك ولتقوية صلتك بالله بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن. وتذكر أن كل ما يحدث حولك إنما هو لحكمة، حتى هذا المخلوق الضعيف قد يكون سببا في عودتك إلى الله. فاللهم علمنا أن نرى في كل شيء عظمتك، وأن نرجع إليك في السراء والضراء، وأن تحفظ بيوتنا من كل سوء، وتجعلها عامرة بذكرك وبركتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.